اوعى تقفل الفيديو ده، لان النهارده هنتكلم عن حاجه تهم كل واحد فينا، سواء كنت بتشتري دهب، بتبيعه، او حتى بتتابع الاسعار عشان تعرف الدنيا رايحه فين. النهارده الاسعار ولعت، وسعر الاونصه عالميا قرب يكسر ارقام تاريخيه لاول مره. في الفيديو ده هنعرف ليه الدهب سعره بيزيد، وهل ده معناه تبيع ولا تشتري، وازاي القرار ده ممكن يأثر عليك الفترة الجاية. كل ده هتعرفه بس لما تكمل الفيديو للآخر. بس قبل أي حاجة اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الدهب في مصر عامل ازاي اليومين دول؟ بص يا معلم، احنا عندنا في مصر الدهب بقى عامل زي اللي رايح جاي. الأسعار بتقل يومين وتطلع أسبوع، ودلوقتي الأسعار وصلت لأرقام مرعبة. عيار ال 24 سجل سعر 4737 جنيه وربع للبيع، و4708 جنيه ونص للشراء. عيار ال 21 4145 جنيه للبيع، و4120 جنيه للشراء. عيار ال 18 3552 و75 قرش للبيع، و3531 ونص للشراء. الجنيه الذهب ب 33160 جنيه للشراء، و33120 جنيه للبيع. طيب السؤال هنا، ليه الذهب في مصر سعره بيزيد بالشكل ده؟ وتعالى انا وانت كده نعرف ايه السبب. اول حاجة، الاسعار العالمية طارت. دلوقتي وقت تسجيل الفيديو سعر الاونصة قرب لسعر 2945 دولار لأول مرة في التاريخ. المستثمرين دلوقتي بيلجأوا للذهب اكتر من اي وقت فات، وده مخلي السعر مولع. وتاني حاجة، البنوك المركزية بتجمع الذهب. البنوك الكبيرة مش بتلعب. السنة اللي فاتت اشتروا أكتر من 1000 طن ذهب، والبنك المركزي البولندي لوحده زود 90 طن. لما البنوك الضخمة تشتري الذهب بالشكل ده يبقى الموضوع مش هزار. وتالت حاجة، الدولار والفيدرالي الأمريكي. بسبب التضخم الفيدرالي الأمريكي بقى بيقلل الفايدة، ولما الفايدة تقل المستثمرين بيسيبوا الدولار وبيجروا على الذهب كملاذ آمن، وده معناه إن الطلب عليه بيعلى، وطبعا ده معناه إن السعر هيزيد. رابع حاجة، العرض والطلب في مصر. الطلب على الدهب في مصر زاد دلوقتي جدا، ده معناه ان التجار بيرفعوا السعر خصوصا مع قلة المعروض في السوق. السؤال بقى اللي كل الناس بتسأله دلوقتي، نبيع ولا نشتري؟ تعال لو انت نشوف الموضوع ده مع بعض. لو معاك دهب وشايف السعر عالي جدا ممكن تفكر في البيع لو كنت كسبان وعايز تستفيد من الارتفاع دلوقتي. لو ناوي تشتري لازم تتابع السوق كويس جدا لان الاسعار متذبذبة. لكن لو عندك نية استثمار طويلة المدى فالدهب دايما كان وما زال الملاذ الآمن. لو مستثمر وعاوز تحافظ على فلوسك الدهب دايما استثمار آمن، بس نصيحتي انك ما تشتريش بكل فلوسك في وقت واحد. حاول تشتري على مراحل. لو معاك فلوس ومش عارف تعمل ايه تابع الاخبار الاقتصادية، لان اي تغيير في قرارات الفيدرالي الامريكي او اي تحركات في البنوك المركزية هيأثر على سعر الذهب الايام الجاية. نصيحة أخيرة، متابع الأخبار هو الملك. الذهب بقاله فترة طويلة في حالة ارتفاع في أسعاره، والمستثمرين متوقعين إنه يكمل كده الفترة الجاية. بس تفتكروا الأسعار ممكن توصل لفين؟ وهل فعلا هنكسر حاجز ال 3000 دولار للأونصة؟ ولا الأسعار دي ممكن تقل فجأة؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات. ولا شايفين إن الوقت ده مناسب للشراء ولا للبيع؟ متنسوش تعملوا شير للفيديو دوت عشان غيركم يستفيد. كمان اتفرجوا على الفيديو اللي فات على الشاشة، هتلاقوه دلوقتي قدامكم، في معلومات تهمكم جدا عن الأسعار والتحليل الفني اللي بتكلم عنه أول بأول. اشترك بقى في القناة، فعل الجرس، واستعد للفيديو اللي جاي إن شاء الله لأنه هيكون برضه مهم جدا. وبإذن الله أقابلك الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.